تخيل معايا كده يومك العادي. صحيت من النوم، فتحت اللابتوب بتاعك، دخلت على موقع انت بتحبه مثلا. فجأة لقيت الموقع بيقولك اهلا بيك، رجعت لنا تاني. فتفكر وتقول استنى كده، انا معملتش لوجن اصلا. فتسكت شوية وتفتح يوتيوب، تلاقي الفيديو اللي سبته من يومين واقف عند نفس الدقيقة بالظبط. تدخل موقع لبس، تلاقي البنطلون اللي كنت بتفكر فيه مستنيك في سلة المشتريات. ساعتها انت بتحس في حاجة غلط، في حاجة بتراقبك، بس الحقيقة غير كده خالص. دي مش مراقبة، دي تكنولوجيا. وفي الفيديو هنعيش يوم كامل في حياة المتصفح. هنشوف ازاي المواقع دي بتفتكرنا حتى واحنا مش عاملين تسجيل دخول. تخيل معايا بقى، قررت تغير جو فنزلت كافيه جديد وطلبت قهوة مخصوص ودفعت ومشيت. تاني يوم رحت نفس الكافيه، من قبل ما تنطق لقيت القهوة بتتحط قدامك فاستغربت، فناديت على الباريستا وقلت له انتوا فاكريني؟ قالك بابتسامة الورقة اللي سبتها امبارح بتقول كل حاجة. اهي الورقة دي بالظبط هي الكوكيز. يعني ايه كوكيز؟ ملف صغير متصفح بيخزنه، وكل مرة بتزور نفس الموقع الورقة دي بتتبعت للموقع تقوله ده إبراهيم جالك قبل كده وكان قاعد على الترابيزة الفلانية وبيحب القهوة معينة. بيستخدموها امتى بقى؟ في التفضيلات بتاعتك زي اللغة، الوضع الليلي، بحيث ان انت تكمل من حيث ما وقفت او تفضل مسجل دخول. لكن خلي بالك الورقة دي لو وقعت في ايد غلط اي حد يقدر يعرف كل حاجة عنك. الخلاصة زي ما الورقة بتسيبها في جيبك مفيدة، بس لازم تتأكد انها في المكان الصح. تخيل معايا بقى بعد ما خلصت الكافيه وراح الشغل بتاعك ومعاك الشنطة بتاعتك فيها أكلك، مفاتيحك، ملاحظاتك، كل حاجة تخصك. كل يوم نفس الحاجة ونفس الشنطة. ده بالظبط دور اللوكال ستورج والسيشن ستورج. المتصفح هنا عامل زي شنطة، في حاجات بتفضل معاك طول اليوم وأحيانا لحد بكرة، بس في فرق بسيط منهم. اللوكال ستورج زي شنطة مكتبك كده دايما موجودة، إنما السيشن ستورج دي شنطة صغيرة للمشوار المؤقت بس، بتروح أول ما تقفل التبويب. ولكن الاتنين مفيدين في حاجات معينة زي حفظ تفضيلات اليوزر، تكمل فورم كنت بتكتبه، او حتى تحفظ مثلا الزرار على الدارك مود. لكن لو في اي كود خبيث ممكن يفتح الشنطه دي ويشوف كل حاجه جواها. يعني الخلاصه دي الشنطه بتاعتك، حط فيها كل الحاجات اللي تفيدك، لكن ما تحطش فيها الحاجات المهمه، زي مثلا ما تحطش باسورد الفيزا بتاعتك. تخيل معايا بقى خلصت الشغل بتاعك وقلت تروح الجيم، واول ما دخلت لقيت الكوتش بيقولك اهلا يا ابراهيم، احنا امبارح لعبنا شيست، النهارده نلعب ظهر بقى. فانت استغربت هو ازاي فاكر؟ طبعا الكوتش عنده ملف لكل عميل، وده بالظبط اللي بيعمله السيرفر باستخدام حاجه اسمها السيشنز. اول ما بتعمل لوجن السيرفر بيحفظ بياناتك وبيديك حاجه اسمها سيشن اي دي، وكل زياره بتخش تقول له انا السيشن رقم كذا، بيفتح ملفك ويكمل معاك. وطبعا ده ليه مميزات، مفيش حاجه متخزنه عندك، السيرفر هو اللي بيتحكم في كل حاجه. بس المشكله الحقيقيه لو السيرفر وقع كل حاجه بتروح معاه. يعني من الاخر الملف عند الكوتش مش معاك، وده امان، بس محتاج الكوتش دايما يكون موجود. تخيل معايا قررت تسافر مؤتمر بره البلد. اول ما وصلت قدمت جواز السفر بتاعك، لقيت الامن بيقولك انت ابراهيم اتفضل. اهو الجواز ده بالظبط نفس الجي دبليو تي اللي هو جيسون ويب توكي، وده بيتكون من 3 حاجات مهمين: الهيدر وده نوع التوقيع، البيلود ودي البيانات بتاعتك، السيجنتشر وده توقيع سري. عامة في عالم الاي بي اي او الرياكت او الموبايل الجي دبليو تي هو الهوية بتاعتك، بس هوية رقمية. وطبعا ليه مميزات، خفيف وسريع ومستقل عن السيرفر، بس برضه ليه عيوب، لو اتسرق مفيش سيرفر يقدر يعطله، والتحكم محدود بعد ما يتبعت. الخلاصة جواز رقمي بيديك حرية بس لازم تحافظ عليه كويس. وطبعا انت عرفت كل طريقة، وكل طريقة ليها وقتها وليها مكانها. يعني مثلا كوكيز او سيشن ده موقع بسيط او موقع شخصي، الجي دبليو تي ومعاه لوكال ستورج بس بحذر ده تطبيق رياكت او موبايل. وطبعا في حبة نصايح لازم تخلي بالك منها، اللي انت لازم ما تخزنش الباسورد في اللوكال ستورج عشان طبعا ممكن اي حد يقدر يشوفه. وطبعا اهم حاجه لما تيجي تعمل لوج اوت لازم تعمل لوج اوت مظبوط، بحيث ان اول ما تعمل لوج اوت يمسح كل حاجه. وطبعا احنا كل معلومه اتكلمنا عنها في الفيديو هنا اتكلمنا عنها بشكل مبسط وشكل سريع، بحيث ان احنا يا دوب توصل لنا المعلومه ويبقى عندنا فكره. ولكن لو انت عايز نتكلم عن كل معلومه بالتفصيل ونفصلها اكتر ونقول معلومات كتيره، فاكتب لنا في الكومنتات وان شاء الله هتلاقي فيديو مخصوص للمعلومه ديت. المره الجايه تيجي تدخل موقع ويقول لك رجعت لنا تاني، ما تتفاجئش، انت طبعا عرفت الحدوته كامله من اول ورقه في الكافيه لشنطه الشغل لجواز السفر في المطار. كل دي حاجات بتفكرك وانت مش واخد بالك. دي كانت حدوته من قلب المتصفح. لو عندك سؤال او فكره الفيديو تاني اكتب لي في الكومنتات، واستناني في الحدوته الجايه. سلام.